أنا كنت قبل النقد وكنت أحمل مسؤولية، ولكن ما غاديش نكذب على الشعب. هذه خسارة قاسية وقد يكون لها تبعات. المرحلة الجاية صعيبة والقرارات غادي تكون قاسية. اللي باغي التخاص يحارب، واللي باغي الراحة المنتخب ماشي بلاصته. المغرب أكبر من أي اسم. باش نكون واضح، وبلا دغان اللي شفناه اليوم ما كيمثلش منتخب المغرب. دخلنا الماتش بلا روح وبلا شخصية، ما كانش احترام للقميص ولا للجماهير. السنغال كانت منظمة وجائعة واحنا كنا مترددين. ملي كتدخل الملعب وانت ما باغيش تموت على الكرة طبيعي تخرج خاسر. اللي ما يقدرش يتحمل قميص المغرب ما خاصوش يلبسه. والخسارة اليوم ما كانتش حظ، كانت عقلية. تمزي ما كتربحش المباريات، أغرقولة هي اللي كتربح. ما بكيناش نلعبوا على الماضي. اللي ما عطاش اليوم يمشي لحاله. على القميص الوطني ماشي ديكور ولا امتياز، هو مسؤولية وضغط والتضحية. كاين لاعبين خاصهم يعرفوا أنه الاسم ما كيحميش والماضي ما كيبروش الضعف. اللي ما قدرش يعطي الإضافة اليوم ما عندوش ضمان الغد. المنتخب محتاج رجال ماشي أخضر، والملعب هو الحكم الوحيد.